ان رجلا تاجرا مات وبعد موته رآه اخوه في المنام، فرآه يمسح عرقه من شدة العذاب الذي يعانيه، فقال له: ما لك يا اخي وانت الذي صليت وصمت وزكيت وحججت بيت الله، لماذا تعذب؟ فقال: ان الله حاسبني على شيء لم يخطر لي على بال. قال لي: الله حاسبني على ماذا؟ على انني لم اكن امسح كفة الميزان قبل ان ابيع للناس. يمسح كفة الميزان وان كان مثقال حبة من خردل اتينا به وكفى بنا حاسبين. يحاسب من اجل كفة الميزان لا يمسحها، فكيف يحاسب الله الذين قتلوا؟ وكيف يحاسب الله الذين سلبوا ونهبوا؟ وكيف يحاسب الله الذين هتكوا الاعراض؟ وكيف يحاسب الله الذين اعدموا وشنقوا؟ وكيف يحاسب الله الذين افسدوا البلاد والعباد؟ وكيف يحاسب الله الذين احبوا المال حبا جما واكلوا التراث اكلا لما؟ وكيف يحاسب الله الذين يحاربون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ كيف يحاسب الله الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات؟ كفة ميزان، كفة ميزان.